صباح 5 يونيو 2017 كان واحد الراجل جالس في الدار قدام البي سي ديالو. هذا الراجل سميتو الفا 02 وهو ملياردير كيعيش حياه مرفحه وكيركب اغلى السيارات. فجاه سمع الصوت ديال الاصطدام حدا باب دارو. السبب كان واحد المارك كبيره ضربات الطوموبيلتها مع الكراج تاع دارو، وهذا الشخص خلى كلشي وهبط لتحت كيجري يشوف شنو واقع. ولكن هذه كانت اكبر غلطه غادي يرتكبها هذا الشخص في حياته، حيت البوليس كانوا داروا ليه فخ ومكيده باش يشدوه لانه هو الملك ديال الدارك ويب، واللي جميع الدول والسلطات كانت كتحارب باش تلقاه وتلقي القبض عليه. في هذه القصه هذه غادي تشوفوا كيفاش وصلوا ليه وكيفاش كانوا معانين معاه لسنوات طويله. القصه اليوم غريبه بزاف وفيها احداث غادي تصدمكم ديالها بصح، وكنوعدكم غتسمعوا شي حاجه عمركم ما سمعتوها، شي حاجه تصطاج الوحش. قصتنا اليوم غتكون على ملك الدارك ويب، واللي كان مطلوب من الاف بي اي والدي اي مكافحه المخدرات الامريكيه وحتى البوليس ديال تايلاند وبزاف ديال الدول العالم. في اوائل 2010 كانت البدايه ديال الدارك ويب، وديك الساعات البدايه كانت بسيطه بزاف بسبب الخصوصيه اللي كيعطيها الموقع، جذب الالاف من الناس عبر العالم، خصوصا من بعد ما ظهرت عملات البيتكوين والعملات الرقميه واللي سهلات البيع والشراء على الانترنت بزاف، حيت هاد العمله ما عندها لا دوله ولا سلطه، يعني غير كتشري وكتبيع في الدارك ويب بكل حريه. وهكذا المجرمين وتجار المخدرات لقاو فرصه باش يبداو يبيعوا ويشريوا بكل حريه. في فبراير 2011 بدا الموقع كيكبر بواحد الشكل رهيب جدا، لدرجه انه كيتخلي اكثر من 100,000 شخص يوميا باش يشريوا السلاح والمخدرات واي حاجه غير قانونيه وبكل سهوله. ولكن بعد مده قصيره تم القبض على مول هذا الموقع هذا واللي سميتو سيلك رود. لكن هذا الموقع ماشي هو موضوع الحلقه ديالنا، لكن غادي نحكي على واحد الموقع اخر واللي هو موضوع ديال القصه. في يوليو 2014 كان واحد الشخص سميتو الفا 02 بدا كيطور في واحد الموقع سميتو الفا باي، وبعد 7 شهور ديال الخدمه فقط الموقع كان جاهز باش يطلق، وبدا كيبيع بطاقات الائتمان المزوره والمسروقه. الموقع تطور بسرعه وبشكل رهيب وبدا كيبيع الاسلحه والمخدرات واي حاجه ممنوعه. المميز في هذا الموقع انه ما كان كيبيع اي حاجه متعلقه بروسيا، لانه الفا 02 كان عارف باللي البوليس غادي يشكوا فيه، والحقيقه هو ماشي روسي، هو كندي، لكن هذه غير حيله باش يبعد الانظار على البوليس. الموقع ديالو كان كيشبه الامازون بواحد الشكل كبير، لكن طرق الدفع عنده كانت فقط بالبيتكوين والعملات الرقميه، مما صعبات على البوليس والاف بي اي يتبعوا المعاملات ديالو. والميزه الكبيره ان المعاملات في هذا الموقع كانت كتتم بواحد الخصوصيه عاليه جدا، والصفقات كانت كتتم بسهوله، وكانوا كيستعملوا واحد التقنيه سميتها تيمبلر واللي كانت كتمزج بزاف ديال العملات المشفره قبل ما تنتقل للاجهزه المخصصه. هذا الشيء اللي خلى مسار ديال الدفعات صعيب على البوليس يتبعوه، وبالتالي كانت نسبه ديال الامان مرتفعه بزاف. ومع الوقت بدا الموقع كيتشر وكيكبر، وباقي المواقع ديال الدارك ويب بدات كتموت تدريجيا، حيت ولا الموقع ديال الفا باي هو اللي كيعطي كلشي وفي بلاصه واحده. وبعد عام فقط من الانشاء ديال الموقع وصلوا اكثر من 200,000 مستخدم واكثر من 40,000 مشتري، والمبيعات كانت كتوصل اكثر من نصف مليون دولار يوميا، وهذا الرقم راه كبير بزاف. والفا 02 كان كياخذ 4% على كل صفقه او عمليه بيع وشراء، يعني كان الربح الصافي ديالو اكثر من 600,000 دولار شهريا، بمعنى 600 مليون مغربيه. وبهذه الطريقه ولا ملياردير في واحد الوقت قياسي. وبعد ما شاف في الموقع ديالو واحد النجاح اللي هو كبير، جمع واحد الفريق عمل تحت الاداره ديالو وسمى راسو ديسني. الاف بي اي والمحققين الامريكيين بداو كيحسوا بالخطر ديال هذا الموقع وخاصهم يوقفوه، حيت كان كيمشي بحال ما كاين لا قانون لا سلطه لا حكومه في هذه البلاد. بداو كيقلبوا من هنا ولهي باش يعرفوا الشخص اللي ورا هذا الموقع، وبداو كيقلبوا على مكان دي سنيك او الفا 02 وكيحاولوا يعرفوا منين كيجري الموقع الخطير ديالو. لكن كاع البيبان كانوا مسدودين، حيت الحساب ديال البائعين كان مخفي تماما، والاي بي ديال المستخدمين كان بعيد عليهم بزاف، وهذا الشيء اللي خلى المهمه صعيبه ومعقده. وهنا المحققين والاف بي اي قرروا يستخدموا واحد الخطه اللي هي واعره بزاف، وهي انهم يدخلوا بريوسهم للموقع وبداو يشريوا المخدرات والاسلحه لعل وعسى يوقع شي خطا من البائع ويحصلوا على اي معلومه. بقاو على هذا البلان لمده طويله حيت لقاو الموقع ذكي وبزاف، ولقاو بلي ان المعلومات ديالك انت كمشتري هي فقط اللي كتبان، اما البائعين فراه مخفيه تماما، وما عمرك غتعرف ليه ولا شي حاجه، لا سميتو ولا الايميل ديالو ولا اي معلومه عليه. وهنا الشرطه الامريكيه والاف بي اي وقفوا عاجزين قدام هذه القضيه وما يعرفوا ما يديروا، يعني حرفيا الفا 02 ولا دي سنيك هلكهم ديال بصح. حتى هادو جنبير 2016 واحد الشرطي سميتو روبرت ميلر واللي كان خدام في مكافحه المخدرات بكاليفورنيا، ناض كيتصفح في موقع الفا باي، وفجاه وصلوا واحد الايميل من واحد الشخص مجهول، وفي هذا الايميل كاينه رساله ترحيب، والصدمه هي ان في هذه الرساله كاين الايميل ديال ملك الدارك ويب الفا 02. دابا غتسائل واش الشخص بحال الفا 02 بهذه الامكانيات غيوقع في خطا بحال هذا ويصيفط الرساله اللي بوليتو فيها الايميل ديالو؟ لا، ماشي هو غيصيفط الايميل، وهو ماشي مكلخ باش يدير هذا الخطا الفادح. دابا نقول لك منين جا هذا الايميل. الفا 02 ملي تلقى الموقع ديالو كان كيصيفط للناس جداد رساله
الترحيب وفي هذه الرساله كاين الايميل ديالو، ولكن بالزربه اكتشف هذا البلان ومسح الايميل ديالو نهائيا. يعني يعالج المشكل قبل ما يكبر، ولكن المشكل هو انه واحد الشخص اللي كان داخل الموقع في البدايات ديالو احتفظ بالرساله وخباها عنده، ومن بعد صيفطها للشرطه. والسبب اللي خلى هذا الشخص يدير هذا البلان ما معروفش، ربما كان بينه وبين الفا زيرو شي مشكل وبغى يصفيها ليه ويقضي عليه. المهم الشرطي روبرت ميلر احتفظ بالايميل وجميع المعلومات اللي فيه، وهذا الشرطي ما دار حتى شي اكشن، بقى غير كيتابع الموقع بحذر وبصمت. وما قلتش لكم بلي الايميل ديال الفا زيرو هو بيم بالشرطه اليكس شرطه 91@hotmail.com، وهذا الايميل كان النقطه الاولى باش يوصلوا لالفا زيرو. وهنا الشرطه والاف بي اي فرحوا لانهم لقاو راس الخيط، وبدا الشرطه والاف بي اي كتحفر وكتقلب على هذا الايميل، واول حاجه حصلوا عليها هي الصوره ديال البروفايل ديال الفا زيرو، والصوره كانت منشوره في واحد الموقع سميتو سكاي روك، وهذا الموقع كان موقع فرنسي. وملي دخلوا الصفحه ديالو في موقع سكاي روك لقاو مكتوب فيها تروي ريفر، وهو المكان اللي تزاد فيه في كندا، ولقاو باللي عمره 17 سنه في ديك الساعه، يعني في 2008. يعني هذا الحساب كان دايرو قبل ما يدخل العالم ديال الدارك ويب، وحاليا العمر ديالو كبر من هذا الشيء. ولكن شوفوا الخيوط كيفاش كيتبدوا بعضها البعض. والمشكل دابا ان البوليس باقي ما عندهم ولا دليل ضد الفا زيرو، يعني الا كاع مشاو شدوه ما عندهم ولا دليل يثبتوا عليه. وهنا خاصهم يلقاو شي طريقه ذكيه باش يلقيو القبض عليه وهو متلبس بالجريمه. دابا البوليس ولا اف بي اي عندهم المعلومات الاساسيه عليه، وخاصهم دابا غير يتبعوه حتى يوقع في الغلط. دابا البوليس عرفوا اللقب المستعار ديالو واللي هو الفا زيرو، والاسم الحقيقي ديالو اللي هو اليكس، والايميل ديالو والمنطقه اللي تزاد فيها. ومن خلال الايميل ديالو اللي فيه 91 اكتشفوا انه من مواليد 1991. يعني دابا جمعوا 5 هاد المعلومات عليه، واللي خلاتهم يتاكدوا بانه هو نفس الشخص. وزياده على هذا الشيء لقاو حاط صوره في موقع سكاي روك ديال كيفاش تمحي الفيروس، وفي نفس التصويره اللي فيها كيفاش تخلص من الفيروس لقاو الايميل ديالو في التحت واللي هو نفس الايميل، وزايد عليها كاتب الاسم العائلي ديالو في التحت واللي هو الكسندر كازيس. هنا مباشره الاف بي اي والبوليس بداو كيقلبوا وكيربطوا اي حاجه متعلقه بالقضيه. اول حاجه داروها هي دخلوا على الباي بال ديالو ولقاو فيه الزبابل ديال الفلوس. ثاني حاجه داروها هي مشاو للحساب ديالو في فيسبوك ولقاو خدامه مستقله في شركه سميتها او بي اكس تكنولوجيز. وثالث حاجه لقاوها هي انه لقاو التصويره ديال البروفايل ديالو ومصور مع واحد البنت اللي هي اصلا الخطيبه ديالو واللي سميتها سينسا وعايشه في تايلاند. وهذه كانت نقطه مهمه للبوليس والاف بي اي، بما ان خطيبته في تايلاند اذا انت هو غيكون ساكن في تايلاند وبالضبط في العاصمه بانكوك. مباشره الشرطه والاف بي اي مشاو لتايلاند وخبروا السلطات التايلانديه بالقضيه وبداو كيتعاونوا مع بعضياتهم وحددوا 3 المناطق اللي كيملكها الكسندر، من بيناتهم الفيلي اللي كيملكها واللي ساكن فيها هو ومراته، والدار الثانيه اللي هي عباره عن قصر والثمن ديالو اللي تقريبا 3 مليون ديال الدولار، والدار الثالثه اللي كيقضي فيها غير العطال. ماشي غير هذا الشيء، بل انه كان كيجري في واحد الدار الرابعه في قبرص. هنا البوليس بداو كيتبعوه من بعيد. ربما غيجي في بالك دابا علاش ما يمشيو ويشدوه. لا يا حبيبي المشاهد، الدارك ويب معقد على هذا الشيء. المشكل دابا عند البوليس هو انه ما عندهم حتى شي تهمه ضده الا اذا شدوه البيسي ديالو باقي مشعول، حيت بلا هذا الشرط هذا ما كاين اللي يثبت عليه ولا شيء، حيت البيسي ديالو هو اللي فيه كل شيء وبلا به راه ما كاين والو. واذا مشى حتى طفى هذا البيسي هذا فراه مستحيل باقي شي واحد يحلو من غير الفا زيرو. دابا البوليس بداو كيفكروا في شي طريقه يوصلوا ليه والبيسي باقي خدام باش يشدوه والتهمه واضحه عليه. وقبل ايام قليله من الهجوم كانوا العملاء الامريكيين مريحين في واحد الفندق، وبالصدفه دخل اليكس وجلس في الطابله اللي حداهم، وكان تما واحد السيد كينتظر اليكس. بداو كيهضروا على البيزنس والخدمه من بعد مشى، ولكن اليكس ما كانش عارف باللي من هنا للشهر غادي يكون ميت. هنا الاف بي اي قرروا يوضعوا الحد لهذه القضيه، بداو يتعاونوا مع 7 ديال الدول، والفكره كيف قلت لكم هي انهم خاصهم يشدوه والبيسي ديالو باقي خدام، وباش يقدروا يسدوا موقع الفا باي. وإلا شدوه الموقع الفا باي باقي ما تسدش فراهم ما داروا والو. اليكس ما كانش عارف هذا الشيء كامل، ولا كان عارف بلي البوليس كيقلبوا عليه حيت كلشي كان خدام بالسر. وفي 5 يوليو 2017 في بانكوك قالوا البوليس هذه هي الوقت باش لقاو القبض عليه، وقرروا يصيفطوا ليه واحد السياره اللي فيها واحد المراه كبيره باش تضرب الكراج ديال الفيلا ديالو. وبالفعل مشات السيده الكبيره وسايقه تويوتا وبدات كدور قدام دارو حتى ضربات الباب ديال الفيلا ديالو. اليكس سمع الصوت ديال الاصطدام القوي، خرج مباشره يشوف شنو واقع. فاش اليكس خرج وتلقى البوليس برا جبد التليفون باش يوقف موقع الفا باي، ولكن فجاه في ديك اللحظه خرجت السلطات والاف بي اي ولقاو القبض عليه قبل ما يوقف الموقع. وكاين فيديو كيوثق هذا البلان هذا باش يلا خرج اليكس، وكان كيقلب على طريقه باش يمشي للدار ويوقف الموقع قبل ما يشدوه، حيت الا مشى حتى طفى البيسي مستحيل باقي يثبتوا عليه شي حاجه. ولكن للاسف فات الفوت وما قدرش يفلت من البوليس حيت كانوا سامرين عليه وكيتسناو اللحظه. المحققين جاوا بالزربه عندو الدار على امل باش يلقاو البيسي باقي مشعول، وبالفعل لقاو البيسي شغال في بيت الناس ديالو. وفي هذه اللحظه البوليس فرحوا حيت ولا كلشي بين يديهم، لقاو جميع الايميلات وجميع المستخدمين في هذا الموقع. البوليس صادرات كلشي اللي كيمتلكو اليكس، كاع الديور والسيارات الفخمه اللي كيمتلكها وحتى الفلوس اللي عنده في البنوك، ولقاو في حسابه تقريبا 23 مليون ديال الدولار، وبلا ما نهضروا على الاف ديال البيتكوين اللي عنده في البيسي. البوليس شدوه هو ومراته بجوج، ولكن الصدمه الكبيره اخي المشاهد هي انه بعد سيمانه فقط غادي يوضع اليكس الحد ديال حياته وغينتحر داخل
السجن. وهنا غتساني القصه ديال اليكس مالك ديال الدارك ويب، ومن بعد الموقع ديال الفا باي غيتسد نهائيا. ولكن لا، هنا غيوقع واحد الحدث غريب. في سنه 2021 الموقع ديال الفا باي غيرجع ثاني وغيولي خدام، ومازال مستمر ليومنا هذا. هذه القصه اخي مشاهد عارف بلي انها غريبه بزاف، وكنتمنى انها تكون عجباتك. الا بغيتي نكمل القصص بحال هكا قولها لي في الكومونتير، حيت عندي بزاف ديال القصص بحال هادو واللي كنتمنى نشاركهم معاك. داكشي علاش خاصك ضروري تشترك وتفعل الجرس باش توصلك القصه الجايه. السلام عليكم.